حاسس انك تعبان، مش مستحمل، مش طايق حد، وبقيت بتتعصب من اقل حاجه وروحك بقت في مناخيرك، لا عايز تتكلم ولا تتناقش مع اي حد، واوقات بتبقى عامل زي المكنه، شغل شغل وبس، وارد في الاخر بفايده. واوقات تانية بتبقى مش قادر تقوم من مكانك، لا عارف تركز في اي حاجه، مجهد وتعبان على طول. عارف ده معناه ايه؟ معناه انك جبت اخرك، ولازم تفصل من كل حاجه شغله تفكيرك. لازم تنسى، ولو مش قادر تنسى يا ناسي، لازم ترتاح. خد وقتك واقفل على نفسك، وهدي مخك وعقلك من التفكير الزايد ده، لان انت كده بتدمر نفسك وتحملها فوق طاقتها، ودي حاجة عمرها ما ترضي ربنا ابدا. ربنا هيحاسبك عليها، لان ربنا قال في اياته الكريمة: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صدق الله العظيم. وانت حملت نفسك بزيادة، حملت نفسك فوق طاقتها. اهدى شوية وخليك رحيم بنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: ما تحملش نفسك فوق طاقتها. كبيرة قوي عند ربنا ان انت تحمل نفسك فوق طاقتها. رب العزة بيقول لك في آياته الكريمة: إن الله يريد بكم اليسر. وفي آية تانية يقول المولى عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. عشان كده لازم ترتاح، لازم تبقى رحيم بنفسك. ده أمر من رب العزة سبحانه وتعالى ليك. ربنا عايزك تطمن وتهدى. كفاية جري ورا الحاجة اللي تعباك، الحاجة اللي هتضيعك. والله لا هتفضل عمرك كله تعبان بسبب الحاجة اللي انت بتجري وراها دي. هتلاقي نفسك مع الوقت بتتذل أكتر وأكتر للحاجة دي، سواء كانت الحاجة دي بقى فلوس، عربية نفسك تشتريها، شغل نفسك فيه، جوازة، أي حاجة. والله لا الحاجة دي هتذلك طول ما أنت بتجري وراها، وكمان هتستنفذ كل طاقتك. اوعى، اوعى تحمل نفسك فوق طاقتها. ده ربنا ما حملكش فوق طاقتك يا أخي، أنت تحملها فوق طاقتها ليه؟ أنت عارف أنت لو فصلت ووقعت هتتعب وهتتخنق ومش هتوصل، مش هتوصل لأي حاجة أبدا. فاهدى واطمن واعمل اللي عليك، ولو ليك نصيب في حاجة والله هتاخدها وهتشوفها. اطمن لو فيها خير ليك وعملت كل اللي عليك ربنا هيديها لك، هتبقى من نصيبك وبتاعتك. فاطمن واهدى وارتاح. عمر جريك هنا وهناك وفكرك اللي ما بيهداش عمال على بطال، ده عمره ما هيفيدك بأي حاجة، بالعكس ده هيوقعك وهيضرك وهيوقفك مكانك. عشان كده لازم تفوق من اللي انت فيه قبل فوات الأوان. خلص الكلام. هدية محمود.